رئة العراق وثغره، الغنية بثرواتها الباطنية، البصرة الفيحاء وعروسة الخليج. كانت البصرة من أشهر المدن علما وأدبا وأعز مركزا وشأنا، فحوت الأسواق والمكاتب وزينت بالمساجد، شهدت أحداث تاريخية كثيرة على مر الأزمنة، طمع بها الدخلاء فعانت ويلات الاحتلالات المتعاقبة، نهبت خيراتها وقوت أهلها. كانت مركزا تجاريا وثقافيا مزدهرا، تجارة بين العراق والخليج وكذلك الهند. حين يذكر اسمها يأتي السياب على رأس شعرائها، والجاحظ والحسن بن الهيثم وسيبويه وغيرهم من العلماء والأدباء الكثير. وعدت مركزا علميا وفقهيا تاريخيا، درس الفقه والحديث والأصول والفلسفة، وكان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس والحسن البصري من مدرسي وعلماء مسجد البصرة القديم، والذي يعد أول مسجد للإسلام بني خارج مكة والمدينة المنورة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من قبل عتبة بن غزوان والي البصرة حينها. بني من جذع النخيل، ودعيت حينها بقبة الإسلام. تحيط البصرة مجاري الأنهار من جهاتها الأربع، وتعد بندقية العراق. لها بساتين نخيل تمتد على جانبي شط العرب، يعد أكبر نطاق للنخيل في العراق. وكورنيش البصرة وتمثال السياب معالم سياحية وتراث للمدينة على ضفاف النهر، مزارع، غابات النخيل، وحدائق شجرة آدم الشهيرة، والبصرة لاند، كلها من معالمها السياحية الحالية. والمدينة الرياضية، والتي فيها ملعب جذع النخلة، والذي يقام فيه الآن كأس الخليج للدورة 25 على أرض عين الدنيا وخزانة العرب، والذي تزين اليوم باحتضان تاريخ العراق وعمقه الاستراتيجي. أبناء البلد العربي أشقاء الدم وأهل الأرض، فحيا الله أهلنا وإخوتنا العرب المسلمين في كل مكان في البصرة الفيحاء. تم افتتاح الدوري الجميل باستذكار تاريخ العراق الغني الزاهر بالتراث والعلم والمعرفة والعلماء والأدباء والحضارة العميقة والكبيرة، والتي تمتد لآلاف السنين ليكتمل بعبق الماضي أصالة الحاضر والمستقبل. بكرم أهل العراق وطيبهم وأصالتهم وجودهم وأعمق جذورهم وامتدادهم العريق مع أشقاء الأرض والدين أبناء الخليج العربي، فتزينت البصرة بضيوفها الأكارم. تقع المدينة الرياضية على شط العرب بين القبلة والزبير، وهما مدينتان في البصرة. تمتاز البصرة بحرارة جوها وأهوارها العريقة، والتي تعد الآن من التراث العراقي والبصري، وهي من معالم السياحة، ففيها القصب والبردي والجاموس الشهير بأجود أنتاج، والمعروف بالقيمر العراقي اللذيذ، وكذلك زوارق الأهوار المعروفة بالمشحوف. فأم العراق وذات الوشامين لم تشتهر بثرواتها النفطية فحسب، فهي تاريخ وحضارة ومدينة العلم والشعراء، قبة العلم والعلماء، ومركز التجارة والثقافة، فينيسيا الشرق الأوسط، البصرة الفيحاء. أتمنى أن تنالوا متعة كبيرة في زيارتكم إلى البصرة،
وأن لا تنسونا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ودعوة لله صادقة. أستودعكم الله، في أمان الله.